يا مساء الجمال على احلى متابعين في الدنيا. جايبه لكم معايا النهارده حاجه حلوه قوي. كريب نوتيلا هتجهزيه في دقيقتين، سهل وبسيط وطعمه خطير، هيعجبك ويعجب ولادك. وانا داليا. لو اول مره تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. وخامات الكريب عباره عن نص كوبايه من الميه، كوبايه من اللبن، هنزل بيهم في الخلاط مع كيس فانيليا، بيضه، معلقة كبيرة من زيت طعام، ولأنه كريب حلو هنزل بمعلقة كبيرة من السكر مع ذرة ملح، كوباية كبيرة من الدقيق متعدد الاستخدامات. هضرب كل الخامات دي في الخلاط، يعني العجينة هتبقى جاهزة معاكي في ثانية إلا ثانية، مفيش أسهل ولا أبسط من كده. بعد ما بضربهم كويس، طاسة غير لاصقة بديها فرشة زيت، بمسحها بالزيت كويس جدا على نار متوسطة. أول ما الطاسة تسخن، ايد همسك بيها الطاسة وايد هنزل بيها العجينة، وانا بلف الطاسة لان العجينة بتتماسك بسرعة جدا، فهبدأ اني الف العجينة جوه الطاسة بالشكل ده كده عشان العجينة تاخد شكل الطاسة. طبعا الطاسة هنا عندي كبيرة، العجينة اللي انا عملتها عملت لي 3 كريبات كبار. لو انتي عدد افراد اسرتك اكتر من كده، ممكن ان انتي تستخدمي طاسة اصغر من دي، او ممكن تضاعفي الكميات. اول ما بتبدأ ان العجينة تفصل من جناب الطاسة، انا كده بعرف انها استوت، ببدأ اني احررها بالراحة خالص، وابدأ اني اقلبها على الوش التاني دقيقتين، وبتاخد اللون الذهبي الجميل بتاعها ده. ريحتها طبعا السكر مع الفانيليا عاملين شغل عالي جدا. وبتدهني الطاسة بالزيت أول كريباية بس، بعد كده بتحطي عجينة الكريب على طول من غير ما تحتاجي ان انتي تدهني الطاسة. دي تاني كريباية. وببدأ اني اضيف النوتيلا، طبعا النوتيلا عاملينها على القناة، يعني النوتيلا دي بيتي انا، ما اشتريتش اي صوص شوكولاتة من بره، فخاماتك موجودة. بأبسط وأسهل وأرخص الطرق هتعملي حاجة حلوة وحلوة قوي، هتعجبك وتعجب ولادك. ببدأ إني أحط النوتيلا على الكريب كده في النص، وأقفل يمين وشمال وفوق وتحت، وأعمله زي الساندوتش. ولمزيد من الدلع هنضيف النوتيلا على سطح الكريب وندهنها بيه عشان يبقى شوكولاتة من شوكولاتة. ممكن تضيفي فاكهة اللي موجودة في الموسم، موز، فراولة. الطريقة اللي هتقدمي بيها الكريب الحلو دي لعبتك انتي، قدميها بطريقتك، ابتكري واكتشفي طرق جديدة. ممكن تجهزي الحشو اللي هتحطيه وتخلي ولادك هم اللي يزينوا الكريب، هيفرحوا جدا وهيتبسطوا قوي، يحسوا ان هم بيعتمدوا على نفسهم. عجينة الكريب بالطريقة دي فلافي جدا، والنوتيلا طبعا عملناها مع بعض، طعمها تحفة، ما تفرقش خالص عن النوتيلا اللي بنشتريها من بره. فاعمليه وتبسطي ولادك، وبألف هنا وشفا، يا رب يعجبك.